المؤثرة الجزائرية بشرى عقبي من أمام الكعبة ومعاها زوجها وابنها، ورد فعل غير متوقع جدا جدا وغضب شديد جدا جدا. تعالوا مع حضراتكم نشوف تفاصيل أكتر، بس في الأول كده هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. وكمان ما تنسوش لايك للفيديو، اشتركوا وفعلوا الجرس عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. الفنانة الجميلة الجزائرية بشرى عقبي وهي بتأدي العمرة، عمرة شعبان. كل سنة وحضراتكم طيبين. فالوقت ده طبعا وقت جميل جدا جدا جدا، ربنا يوعدني يا رب ويوعد حضراتكم ويوعد كل مشتاق، اللهم امين يا رب. طبعا حد صورها ونزل الصور من غير ما هي تعرف، نزلها هي وجوزها وابنها وهم بيطوفوا حوالين الكعبة، لكن طبعا هي اتضايقت من التصرف ده جدا جدا جدا، وقالت ازاي واحد او ازاي ناس تكون رايحة تأدي يعني فريضة، تؤدي حاجة بينها وبين ربنا، ازاي تتصور من غير ما تعرف. يعني التصرف ده ضايقها جدا جدا، قالت ازاي الآخرين كده ما يعملوش خصوصية لحاجة زي كده، ازاي ينزلوني ويصوروني على السوشيال ميديا. طبعا هي اتضايقت جدا 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 من التصرف ده، لان هي طبعا كانت حابه ان حاجه زي كده تبقى بينها وبين ربنا بعيد عن السوشيال ميديا. طبعا يا جماعه في ناس كتير ظلموها وقالت ان هي اللي صورت، بيقولوا ان ابنها هو اللي صور ونزل الصور على السوشيال ميديا، فالله اعلم الحقيقه فين. وربنا يا رب يهدي الناس اجمعين ويرزق كل مشتاق، اللهم امين يا رب باللي بيتمناه، ويحفظ اهل الجزائر وشعب مصر، اللهم امين يا رب. انتهى الفيديو مع حضراتكم.